الصخرة اللي انت شايفها دي في سيناء في الشيخ زويد على حدود مباشرة، ممنوع لمسها لان الحفاظ عليها جزء من اتفاقية السلام اللي هي كامب ديفيد يعني. انا عارف ان انت مش فاهم يا عزيزي المصطلايك، فتعالى اما احكي لك من الاول. يوم 8 يوليو سنة 1971 طلعت طيارة هليكوبتر من نوع ياسور. الطائرة دي تابعة لخنطرفيل اللي هم اولاد رشيل يعني. كان على الطيارة 7 من جنود وحدة الحرب الالكترونية و3 من طاقم الطيارة. طلعوا عشان يعملوا عملية استخباراتية فوق مدينة العريش، وبعد ما خلصوا العملية وفي طريقهم للرجوع الطيارة بدأت تميل يمين وشمال فوق البحر. الطيار ما قدرش يتحكم في الطيارة، هوب الطيارة وقعت في المية وكل اللي فيها ماتوا. نركن بقى الحادثة القذرة دي على جنب وندخل في اللي بعدها. وقتها كان أولاد رشيل بانيين مدينة اسمها يميت أو قضاء يميت، وفيها مشاف يعني مدينة زراعية، وكان في المدينة 150 عائلة من أولاد رشيل للزراعة ورعي الغنم. بس بعد موت ال10 الجنود اللي ماتوا في الطيارة، جه قائد المنطقة واللي هو كان شارون وقتها، وقال لازم نعمل نصب تذكاري لل10 جنود اللي ماتوا. فقال لك نطلع بقى على جبل سانت كاترين اللي هو جبل سيدنا موسى أو الجبل المقدس، ونقطع حتة صخرة كده طولها 10 متر، ونجيب نحات اسمه مردخاي كفري ينحتها على شكل خريطة لأراضينا المنهوبة، ونحط الصخرة دي على الحدود اللي هي منطقة الشيخ زويد حاليا. الصخرة دي شبه خريطة سيناء بس من مقلوب، وفي نفس الوقت شبه خريطة فلسطين من وجهة نظرهم. وبالفعل عملوا كده ونحتوا عليها قصيدة شعر وشعار القوات المسلحة بتاعهم، وكتبوا عليها أسماء ال10 جنود اللي ماتوا. الصلايك حالا هيقول لي ايوه يا فتحي، يعني الصخره دي لسه عندكم على الحدود بتعمل ايه؟ هقول لك ان بعد حرب 6 اكتوبر وبدء عمليه السلام، جزء من الاتفاقيه ديت هي اخلاء مدينه قضاء يميت. بس رجعوا كتبوا في الاتفاقيه ان لازم مصر تحافظ على اثارنا اللي هو النصب التذكاري بتاعنا يعني حافظونا عليه من الاخر عشان ندخل عندكم بحجه كل شويه. اعملوا حركه كده اللي هو ليهم حته عندنا في سينا. ولان الرئيس السادات كان ذكي جدا قال لهم ماشي يا جماعه انا حافظ لكم على اثاركم اللي عندنا. بس مقابل ده ليا شرطين عندكم. الشرط الاول تبنوا عندكم 2 نصب تذكاري يخلد دور الجنود المصريين في حرب 48، واحد في مدينه اشدود والتاني في النقب. الشرط التاني ان الصخرة بتاعتكم او النصب التذكاري بتاعكم يكون اسمها ديان، وده لان مشيه ديان سمعته في مصر كانت معروفة وقتها، سمعة جميلة ما شاء الله. بس يا عزيزي المصطلايك هي دي كل قصة الصخرة، وما شاء الله المصريين هناك بيروحوا زيارات كل فترة كده وما بتوصوش، بيرجموها بالتفاف والديسلايكات. نصب تذكاري بقى.